واش حتى حنا غادي تنوض عندنا روينه في التيك توك بحال اللي واقعه في مصر؟ اشهر مؤثرين تيك توك عندهم كلهم تعتقلوا هاد الايام. ولكن علاش ناضت هاد الحمله؟ واش بصح هاد الارباح اللي كتجيهم جايه من تجاره في بنادم؟ وانت كنت وسيط ومعروفه يعني يا وفاء عامر. واشنو علاقه ممثله مصريه معروفه بهاد الشبكه اللي كلشي كيدوي عليها في مصر وحتى في المغرب؟ في مصر كانت الحياة عادية حتى الأسبوع اللي فات، فاش خرجت واحد السيدة سميتها مروة يسري بفيديوهات في التيك توك خلاو كل شي مصدوم. أولا حيت نسبت راسها للرئيس السابق حسني مبارك، وقالت أنها بنته من واحد الممثلة معتزلة سميتها إيمان طوخي. ومن جهة أخرى حيت بدوك الفيديوهات وجهت اتهامات لمجموعة من المؤثرات وعلى راسهم واحد الممثلة سميتها وفاء عامر، وقالت أنهم كلهم سماسرية ديال الاتجار في الفؤاد ديال بنادم. وعلى الاطفال وياها والويب والبيع ومش عارفه ايه ده، انتوا دخلتوا في بلا ازرق. انت بقى مرعوبه وقاعده بتعيطي على الكلام اللي قلته وانت متابعه كويس. على العموم هتحفظوا لسانكم هسكت، مش هتحفظوا لسانكم هطلع بلاويكم بلاويكم، فنتلم احسن يا وفاء. بالرغم أن بزاف ديال الناس شككوا في حقيقة كلامها وحتى أنها تكون بنت حسني مبارك رغم الشبه الكبير بيناتهم، ورجحوا أنها غالبا كتعاني من اضطرابات نفسية. ولكن مع الوقت بزاف ديال الأمور بدات كتطرح عند المجتمع المصري بزاف ديال التساؤلات، ورجع عندهم هاد الشيء بحال ألغاز وبداو كيتسابقوا باش يحلوها. أولا كيفاش ناس عاديين بسطاء يلاه كيكسبوا عشا ليلة بين عشية وضحاها وغير دخلوا لتيك توك رجعوا أغنياء وأصحاب مشاريع وطوموبيلات وديور؟ وشنو العلاقة اللي كتجمع هاد المؤثرين بفنانة معروفة في العالم العربي؟ وعلاش هاد الفنانة واللي سميتها وفاء عامر حاولت تهرب خارج مصر في هاد الأيام على حسب بعض التصريحات؟ في ناس كتير قوي فاهمه انه بيتحقق مع حضرتك. لا طبعا لا، انا طالبه التحقيق معاها وطالبه القبض عليها. يعني انا لو عامله حاجه انا بقول اهو قدامك وقدام الراي العام انا موجوده، قدموني للتحقيق، افحصوا ملفي زي ما انتم عايزين، واحنا عندنا كل حاجه في الدوله متراقبه. هذا اللي كتشوفوا قدامكم واللي سميتو ابراهيم شيكا، كان لاعب سابق في نادي الزمالك المصري ومشى عند الله وهو عنده 28 عام في ابريل 2025 بسبب المرض القبيح اللي جاه في القولون، الله ينجينا وينجيكم. في الايام الاخيره ديالو كان كيبان في لايفات مع مراته في التيك توك كيحاولوا يلقاو داعمين اللي يعاونوه في رحله العلاج، وكان كيصور كل شيء. ومن بين الناس اللي كانوا كيدعموه ومرافقينه في رحله البحث عن العلاج هي الممثله وفاء عامر حتى النهار اللي توفى فيه. ولكن في هذا الأسبوع خرجت المسمى مروة بنت الرئيس في التيك توك وقالت أن المرحوم إبراهيم شيكا ما ماتش بسبب المرض الخايب، وإنما بسبب مضاعفات اللي باع. واللي زيدوا لهذا الشيء هي مراته بالمساعدة ديال وفاء عامر الممثلة، وهذا الشيء باش يتفك من واحد الأزمة مالية كان كيعاني منها. والغريب أنها ذكرت حتى المنبع القوى وقالت أنه الداعية وسيم يوسف، واللي خرج من بعد ونفى هذا الشيء جملة وتفصيلا. يطلع لك واحد احمق واحده غبيه تقول وسيم اشتغل اللاعب ابراهيم شيكا، شو الغباء هذا؟ على فكره انا ما ابدا ما اعاني من كليه، ولو عانيت ما اروح صراحه. كمان انا مصور عمليتي لايف يعني. ابراهيم شيكا جاء امريكا ولا بعث لي ارامكس بي اتش ال؟ شو الغباء اللي انت يخرب بيتكم؟ اقسم بالله انا رديت رد انا تافه اني برد اصلا. اللي خلى الناس يشكوا ان الهضره ديال مروه تقدر تكون بصح هو علاقه الممثله وفاء عامر باغلب المؤثرات اللي سبقوا بانوا على انهم كيديروا اعمال ديال الخير، وخاصه وحده سميتها سلمى الرحاله اللي كانت بانت مع واحد السيده كتبان عندهم في تيك توك وهي مريضه وكتطلب المساعده، ومن بعد هاد السيده ما بقاتش بانت، ويقال ربما هاد سلمى سمسرت ليها حتى باعت ومشات عند الله من بعد بسبب المضاعفات. المهم هاد الشيء فتح باب جهنم على الممثله وجبدوا ليها الدواسه القدام والجداد، ومن بين الدواسه القدام هو قضيتها مع الفنانه المعتزله حنان ترك، وكيفاش وفاء عامر تسببت ليها في السجن بسبب قضيه لفقاتها ليها. وهذا الشيء كيبين انه وفاء عامر من يومها وهي باترونه كبيره. بدايه الحكايه ان انا كنت تقريبا من شهر ونص كلمتني وفاء عامر زميله. على فكره وفاء عامر انا ما اعرفهاش خالص قبل كده، ما حصليش ان انا مثلت معاها قبل تصوير وهي جايه. كلمتني علشان تقول لي ان في واحده
اسمها امنيه بتبيع ملابس مستورده، لو انا حابه ان انا اشتري منها علشان الفوازير. بعد ما سافرت ورجعت لحظه ان لقيت واحده بتكلمني في التليفون بتقول لي الو مساء الخير، قلت لها مساء النور، انا امنيه. قلت لها امنيه مين؟ قالت لي امنيه من طرف وفاء عامر. المهم وصفت لي البيت وفضلت على التليفون معاها لحد ما وصلت لحد البيت. قبل ما تقوم اساسا عشان توريني الهدوم حتى كوبايات العصير ما نقص منها بق يعني، لقيت الباب بيخبط وكم من الناس هائل جدا داخل كتير جدا. اول ما قال لي انا مباحث اداب الجيزه حطيت ايدي على التليفون وبطلب خالد. ازاي انا اتهم في اتهام زي ده بدون اي حاجه؟ وكيفاش هاد وفاء على علاقه بوحده كانت مقرده وفجاه ولات كتبان بالذهوبات ودارت اكثر من محل كتبيع فيه داك الاكله الشهيره المصريه اللي سميتها الفسيخ. واش فعلا البيع ديال الفسيخ في الانترنت كيخلي وحده بين عشيه وضحاها ثريه ثراء فاحش بهاد السرعه؟ بزاف ديال التساؤلات بدات كتدور في المجتمع المصري، وربطوا الهضره ديال مروه بنت الرئيس حسني مبارك اللي ممكن تكون صحيحه وممكن لا بداك الشيء اللي كيشوفوه يوميا قدام عينيهم في لايفات التيك توك، وقالوا غالبا هاد الهدايا اللي كتجي للمؤثرين مشكوك في المصدر ديالها، ويقدروا يكونوا هاد المؤثرين مصدر ثقه بالنسبه للبوفريه اللي كيبحثوا على دعم مادي. ولكن هذا الدعم ما يمكنش يكون فابور، وانما بمقابل تبيع شي حاجه في الكسده ديالك كيف ما قالت مروه. طبعا عملت لك ايه دي مراجيح كنت تسيبيها يا بعيده تربي عيالها؟ كلفتي الموضوع بعد ما خدتوا كل حاجه اللي جواها واللي براها، نصبتوا عليها في فلوسها وخدتوا وفبركتوا دفن وهوب ارمي. المهم روينه مرونه حركت الراي العام والنيابه العامه المصريه اللي اعتقلت كاع المشاهير اللي كيدخلوا اموال طائله يوميا في لايفات التيك توك، وهما حاليا في اطار البحث عن مصادر هاد الاموال. وعلى حسب ما يروج عن حقيقة الدعم في منصة التيك توك فهو عبارة عن أموال تترعرع عن طريق هدايا كيتم إرسالها لمؤثرين كبار فين ما كيفتحوا اللايف، واللي كيكونوا قبلوا مسبقا على أنهم ينضموا الوكالات فيها مجموعة من الداعمين، واللي الهدف ديالهم هو تقييد أموال اللي في الأصل جاية من طرق غير مشروعة. التاجر بتاع الفلوس اللي مش نظيفه بيروح لشركه اسمها وكاله تيك توك، ودي بتبقى عندها الاف الحسابات الفيك على البرنامج، حسابات لحد يعرف هي بتاعت مين ولا مين صاحبها، وبياخدوا بقى الفلوس القذره دي يشتروا بيها كلها هدايا ودعم على البرنامج. واول ما التيك توكر يطلع اللايف يقعدوا يبعتوا له في دعم وهدايا بمئات الالاف، لا بقى بالملايين. طب هل الداعمين دول حقيقيين؟ لا، دول موظفين في الوكاله شغلتهم بس انهم يبعتوا الهدايا والدعم للهوست في اللايف، والهوست او التيك توكر ده بياخد الفلوس دي فعلا؟ لا طبعا، هو مش اكتر من موظف في نفس الوكاله وبياخد نسبته او مرتبه وارحام يا ابو نواب، وكده بقت فلوس شرعيه وكسبناها بالحلال الدعم، وتكمل السايكل لحد ما الفلوس ترجع لحضن صاحبها مغسوله وزي الفل. أما بخصوص الممثلة وفاء عامر ما كاين حتى شي جديد من غير أنها دعت مروة بنت الرئيس اللي شهرت بها النهار الأول، ومنين تشدات هاد مروة قالت أن هاد الشي اللي قالته كامل من أجل البوز لا غير. واش فعلا هاد الشي بصح، خاصة من خرج شخص آخر كيقول أنه باع ديالو لوفاء عامر اللي كانت سمسارة في هاد الشي. انا من ضمن الناس اللي بعت تبع وفاء عامر، وكانت المسجله الوصيه بتاعتي ومعايا ما يثبت بنت رئيس حسني مبارك مروه كلامها صح ومعايا اثبات بكده وبتحمل المسؤوليه القانونيه. نخليكم انتم تحكموا على حسب هذا الشيء اللي فهمتوا من الفيديو، وخليوا لي رايكم في التعليق. صراحة أنا عييت نفهم وما فهمت والو من غير أنه الدولة المصرية حاليا في إطار تنقية الويب عندهم والبحث المعمق مع كاع المشاهير، وهذه خطوة جيدة يا ربي طبق عندنا في القريب العاجل. إذا وصلتي حتى لهنا رجاء خلي لي إعجابك بالفيديو وشارك معايا رأيك في التعليق، وإذا بغيتي تسمع تفاصيل المواضيع الرائجة بطريقة خاصة وتحليل مبسط ما تنساش تتابعني أنا فويس ليك، صوت مني ليك.